احلم فكر جواك دور، مين بقى يقدر على حلمك يوم او يستهتر. بص لبكرة شوف المنظر، عافر اكتر واحنا معاك حلمك يتفسر. احلم صمم اوعى تسلم، لازم ترسم بكرة، ده فكرة شايلة الفكرة، واصل الفكرة انه ده حقك ويستحقك. مساء الخير على أحلى مشاهدين في الدنيا. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سياحة الخيول، السياحة اللي مفيش حد بيختلف عليها أيا كانت الجنسية، عربية مصرية أجنبية، كله ما بيختلفش على حب الخيل. الخيل أثرنا وأثر الإنسان المصري القديم بجماله ورشاقته من بداية الحضارات لحد دلوقتي، واللي مش بيعشق الخيل أقل تقدير يكون بيحب. سياحة الخيول هي مزيج من الجمال، وأنا بقول مزيج من العشق. تخيل معايا الثقافة والتاريخ والرياضة والمغامرة، يمكن علشان مرتبطين بيه من أيام ما طردنا الهكسوس لحد دلوقتي، ورثنا حب وهو كمان ورث حبنا. سموه يعني بيقولوا كده صاحبك الأصيل، صدق اللي سماه الخيل العربي الأصيل. علشان كده قررنا النهارده حلقتنا تبقى مختلفة. بره الاستوديو هنعرض لكم مكان من الأماكن المتميزة جدا، فيه روح جميلة وصوت الخيل في كل مكان. مكان بيمزج ما بين الأصالة والروقان. تعالوا بينا نشوف ليل وخيل.
علاقة الفارس بالخيل علاقة مش عادية، علاقة كده فيها ارتباط واحترام متبادل بشكل مش طبيعي. الخيل صفاته العزة والكرم والأصالة، علاقة كده معقدة بيحصل بينهم حوار ومشاعر بمجرد ما الفارس يلمس الحصان. علاقة فيها حوار من غير ولا كلمة. وطالما قلنا حوار من غير ولا كلمة ودخلنا في حالة العشق ديت، يبقى لازم أرحب بضيفي العزيز اللي أتاح لنا الفرصة إن إحنا نشوف حالة العشق ديت ونلمسها، مش نلمسها بس، وتدينا السعادة ديت، المهندس تامر بركات. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. انا يا فندم أهلا وسهلا بيك. شرفتونا. حضرتك ميرسي على الاستضافة نورتونا. الرائعة، وبشكرك على كرم الضيافة والترحاب بشكل يعني مش طبيعي. الله يكرمك. بشكرك من كل قلبي. شرفتونا. أستاذ تامر بركات أو مهندس تامر بركات، أول حاجة محتاجين إنك تعرفنا بنفسك. تامر بركات رئيس مجلس إدارة شركة الثبات بإدارة المشروعات، صاحب العلامة التجارية ليل وخيل. وليه بقى ليل وخيل؟ حلو ده. ليل وخيل. ليل وخيل احنا حبينا نعمل مكان من حبنا للخيل، حبينا نعمل مكان الناس تستمتع معانا فيه بالخيول، وقدمنا جنبه شوية منشأ سياحي متكامل في مجال الأغذية والمشروبات، في مجال تدريب الخيول، تدريب الفروسية، في الترفيه، في الحفلات، في الرعاية الطبية للخيول. الرعاية الطبية للخيول طبعا. يبقى معنى كده ان احنا عندنا دكاترة متخصصين. طب يعني ايه استضافة؟ استضافة يعني حضرتك عندك حصان او فرسة عايزة تحطيها في مكان، ما عندكيش مكان تحطيه فيها الحصان، فاحنا بنوفر لك المكان، بنوفر الاكل المناسب والصحي والفيتامينز والرعاية الطبية. يبقى معنى كده يا جماعة اي حد عنده حصان وخايف عليه، يبقى احنا لقينا المكان الآمن ليل وخيل. طبعا طبعا. رفاء دي احد امهاتنا. تعالي. تعالي. ايه يا رفاء، انا ممكن والله دي ام بنات عندي منها فرح وحياة. دول اولادك بقى؟ طبعا. تعالي. احنا داخلين دلوقتي عنبر البنات. ده عنبر البنات؟ الامهات. عنبر للبنات؟ الامهات واللي بيعدوا يبقوا امهات، والانسات كمان. يعني في عنبر للبنات وعنبر للرجال. طبعا. ايه يا فوفو، الله. ندخل رفاء مكانها. تعالي. كله خيل عربي اصيل.
كله بشهاداته بجوازات سفر وبكل شيء. شهادات وجوازات سفر وكمان. طبعا. ودي حياه بقى الاستاذه بنت بقى ايه؟ بنت رفاق. بنت رفاق. حياه. ايوه. الناس بتقول ليه بتمسحوا على رقبه الخيل؟ مذكور في القران سيدنا سليمان. ايوه. فطفق مسحا بالسوق والاعناق. هم فسروها ان سيدنا سليمان قتل الخيل وذبح. لا لا لا، هو مسح على الاعناق وعلى السوق. هي دي الحته، إيه بقى؟ هي دي الحته اللي الخيل بيحس بيها بالالفه، بالحنان، بانك مهتمه بيه. انت غيران عليك مني دلوقتي. طبعا. هي دلوقتي غيرانه، بص هي خلاص كده، يلا بينا نمشي بقى. دافي بقى، كلمنا عن دافي. ده في اولا احنا في العنبر في الاسطبل القديم. البنات طبعا احنا بنحطهم في الاجدد، في الاحسن، الدلاعين. الاستاذ ده في طبعا ملكنا، بس هو انتاج محافظه الزهراء، انتاج الدوله. حصان من الخيول المميزه يعني. والمدربين بقى بيقدروا على دافي؟ انا شايفاه صعب قوي. الفروسيه شخصيه، مش بالجسم ومش بالاحترافيه والشخصيه. عندنا طبعا كابتن رودينا. ايه القمر ده؟ دي صغننه خالص. تقدري على دافي؟ طبعا. يا بنت اللذينه، ده انا هاجي بقى عشان تدربيني. طيب ايه اللي بتقابليه صعب مع باشمهندس تامر؟ ايه الصعوبيه اللي بتلاقيها؟ بس بيبرق لك من على الشاشه اهو. ايه الصعوبه اللي بتلاقيها؟ وايه الحب اللي بتلاقيه؟ لا احنا بندي، هي رودينا الكابتن رودينا معاها كل الصلاحيات، ودخلت الولاد الصغيرين دخلت بهم بطولات. مين عندها بطوله قريب تاني. بتتدربي بقى من امتى؟ يعني من وانا صغيره، من مثلا وانا عندي 10 سنين حاجه، من وانا صغيره قوي. خلاص يا رودين، انا هاجي اتدرب معاكي. تنورينا. هينفع في سني؟ هينفع طبعا. يعني مهندس تامر قال لي بره ان ينفع كل الاعمار. احنا بنبدا من 3 سنين يعني. 3 سنين؟ بتنفع. بس انا اكبر من 3 سنين لا، بكتير. انا حطي جنبها صفر مثلا. لا والله ابدا، يعني لحد فوق بقى، يعني لحد 50 و60 سنه احنا بنمرن عادي يعني. يعني اجي تنوري وانا مطمنه. تنوري حبيبتي، ميرسي ليكي جدا، شرفتيني يا رودينا، شرفتيني جدا. وانا داخله الريستوران اللي بره اللي هي القاعه المقفوله، لقيت في جوائز كتير، ممكن تكلمني عنها؟ الجوائز دي عباره عن طبعا المسابقات الخيول حاجات كتير، مش حاجه واحده. الجوائز اللي حضرتك شفتيها دي مسابقات جمال الخيول. جمال الخيول؟ في جمال، وفي ادب اللي هو الرقص، وفي نط الحواجز، وفي السرعه. هو احنا قادرين ندرب الخيل بتاعنا، ولا هو يعني احنا بندربه، ولا هو بيجي مدرب؟ لا احنا بندربه طبعا. احنا اللي بندربه. وكل خيل له امكانيات معينه، يعني في خيل امكانياته بتبقى في الادب العربي، في خيل سلالات بتبقى شغاله على الجمال، في خيل بتبقى شغاله على السباقات. كل خيل له تخصص، وكل اكسسوار وكل لجام. ده موضوع. لا موضوع. ده علم وموضوع طبعا كبير. طبعا. من كتر حلاوه المكان وانا بسال الناس وهم موجودين بيقولوا لي عايزين يبقى في سفاري كمان. هل دوت في خططنا المستقبليه ان احنا يبقى عندنا سفاري؟ هيبقى موجود في البورتابل ليل وخيل. في الليل وخيل الكامبينج المتحرك هيبقى يعمل سفاري على البحر، سفاري في الصحراء. هنختار الاماكن ونعلن عنها ان شاء الله قريب. ان شاء الله هتدعونا باذن الله. ان شاء الله. ميرسي جدا يا باشمهندس. شكرا. حضرتك مهندس وبقالك باع في الهندسه، واتخرجت وعملت شركه وثبتها الثبات، وبدات تتنقل من مكان لمكان، فتحت ليل وخيل. ده يا ترى بعد ازمه كورونا بدات تعمل منشأ سياحي، وان حضرتك يعني بتلهث ان انت تطور من المنشأ السياحي، او ليه اصلا اخترت منشأ سياحي؟ يعني ليه حضرتك دخلت في الاستثمار السياحي؟ هو بعد ازمه كورونا كل المجالات اتاثرت بما فيها السياحه. فبعد عوده السياحه تاني كان توجه الدوله انها تدعم المجال السياحي. فاحنا فكرنا ان احنا نمتلك خيول مرابط نقدر نساهم ازاي في المجال السياحي. فقلنا نعمل منشأ سياحي متكامل قائم على الخيول. حضرتك عارف ان سياحه الخيول ديت كل دول العالم بتهتم بيها، سواء الدول العربيه، امراء، سفراء، ملوك. يعني هي تحس انها سياحه كل الاعمار وكل الاجيال. طبعا واللي حضرتك جايز في ناس كتير ما تعرفوش، احنا عندنا لاين الحصان العربي المصري. الحصان العربي المصري له بصمه في كل انحاء العالم. فازاي يبقى انا مصر وحصان عربي مصري
وما اعملش في دول قائمه، يعني مثلا بلد زي بولندا تلت اقتصادها تقريبا قائم على الخيول العربيه الاصيله، الاصل المصري، اللاين المصري في الاساس. يعني احنا الاساس في الاول، احنا الاساس، واحنا نستاهل نكون في مكانه اكبر بكتير. والمفروض كل مربيين الخيول، احنا عندنا مربيين خيول محترمين جدا، ونمتلك اندر السلالات في العالم موجوده في مصر. محتاجين بس نعمل لهم اتحاد معين او جهودهم كلها تتوجه في اتجاه واحد. طب هو يعني حضرتك تنصح بايه كل ما هو قائم على الخيول ان هم نعمل حاجه بحيث ان السلاله تزيد؟ الدوله اوريدي عامله الموضوع ومسيطره عليه تماما، ولا تدخر جهد في الموضوع ده من خلال وزاره الزراعه، من خلال محطه الزهراء. لكن انا في دماغي افكار في الموضوع ده هنأجلها شويه، هتقوم جوه ليل وخيل. يعني ليل وخيل هيساهم في الموضوع اللي حضرتك بتتكلمي فيه. طيب هو انا مثلا انا في سني ده انا بحب الخيل، بس هل ينفع اتدرب وابقى ممارسه للخيل في سني ده، ولا هو بيبقى ليه سن معين؟ الخيل ملوش سن، يبتدي من 3 سنين لحد في ناس عواجيز بتركب خيول. ده بجد؟ طبعا. يعني اقدر طبعاً. يعني ده بيعتمد حضرتك بتتكلمي جسمانيا ولا نفسيا؟ لا نفسيا. لو حضرتك حابه الموضوع لاي سن هتركبي خيل. لاي سن؟ لاي سن. طب في هنا حد يقدر يدربني، حد يقدر يساعدني ان انا اتدرب على يعني اتدرب على ركوب الخيل؟ ليل وخيل بيقدم خدمه التدريب من خلال مدربين ومدربات، يعني في ناس عايزه مدربات وناس عايزه مدربين اولاد، الاثنين موجودين، وعندنا كفاءات من اول 3 سنين لحد 50 سنه شغالين. جميل، جميل قوي قوي، ده جميل فعلا. طيب عايزه اقول لحضرتك على حاجه، هو ينفع اي خيل يتركب؟ لا طبعا نزعل كده. لا ما عشان كده مش كل الخيول بتتركب، في خيول سلالات، في خيول امهات موجوده للانتاج فقط. ما اقدرش انا اركب حاجه حصان يتركب بملايين لو حصل له حاجه، سلاله معينه، سلاله نادره، ما اقدرش. لا. وكل مربيين الخيول بتعمل كده. الخيول اللي بتتركب هي جزء بسيط جدا من الخيول الموجوده في مصر. انا حاسه ان انتوا بتتعاملوا معاهم كانهم اولادكم. الخيل اللي يعني نصيحه، الخيل اللي ما يعرفش يكرم الخيل ويرعاه ما يربيهوش. سمعت مقوله كده، اللي الخيل يحبه يبقى راجل كريم، وحضرتك اهل الكرم. بس سؤالي، الخيل بالذات بيبقى محتاج، يعني في حوار بيبقى بينه وبين الفارس كده، كنت لسه بقولها في المقدمه، ما حدش بيفهمها غيره، يعني هما الاثنين مع بعض اللي بيفهموا الحوار ده. السؤال اللي انا عايزه اساله، هل تربيه الخيل هوايه ولا عمل ولا حب؟ لازم تبتدي من الهوايه والعشق. لازم ما تنجحش كبزنس لوحده. الخيل كبزنس لا ينجح. لان كتير من مربين الخيل في مصر معظمنا ما بيكسبش فلوس، معظمنا بيصرف على الخيل. دخلت المكان هنا حسيت ان كل قطعه فيه معموله بحب، لمسني، يعني الاحساس ده لمسني جدا جدا من جوايا. هل حد قال لك الكلمه ديت قبل كده؟ لا ده كلام قاله معظم الناس. معظم الناس وصلها الشعور. الجست اللي جه مره واحده، الجست الدائم، الناس اللي عدت بس شافت ومشيت وما رجعتش تاني، كله قال المكان ده يا جماعه معمول بحب، المكان ده فيه طاقه. هو فعلا المكان معمول بحب، لان اساسه احنا عايزين الناس تيجي تستمتع بالخيول. انا عايز الناس تيجي تستمتع بالخيول، فانت جاي تستمتع بالخيول في مكان صحراوي، عملت لك كل الفاسيلتيز، كل التسهيلات، قدمت لك منتجات، اعلى منتجات الفود اند بيفرج في مصر. النظافه لا يعلى، يعني عملنا مقومات تخلي ليل وخيل متميز. ايمان، ايه رايك يا ايمان بعيبس المكان، وايه رايك في الاجواء اللي موجوده؟ كل حاجه هنا بجد حلوه، والشو حلو، والاغاني حلوه، والاختيارات كلها مميزه، والاكل هنا بيرفكت، مور ذان بيرفكت. كل حاجه هنا حلوه بصراحه. يعني ايه رايك في المكان؟ والله المكان زي ما حضرتك شايفه كده، مكان جميل، مكان حلو،
مكان ينفع العائلات، ينفع الافراد، ينفع الاطفال، ينفع الناس كبيره. مكان بالنسبه لي مكان مميز بصراحه يعني. حابين المكان قوي بصراحه، مكان جميل قوي، وكمان اكله جميل قوي برضه، كل حاجه جميله فيه الصراحه. ركبت خيل هنا قبل كده؟ لا الصراحه انا اول مره، بس لازم تجرب. لسه ما ركبتش، انا عايز اركب الصراحه. ايه الحلاوه دي؟ شكرا. انا مش عارفه الجري دوت. من امتى بتحبي الخيل؟ من امتى؟ من سنتين. يعني انت بتتدربي من سنتين؟ اه. هنا ولا في مكان تاني؟ لا هنا، عامة المكان اللي علمني اركب بجد هو هنا. كلمنا عن سياحة الفندقات. طبعا هي من الحاجات المهمه المفروض يعني ان يبقى الدوله بتدعم فكره ان يبقى في سياحه فندقه، بمعنى ان حتى المستثمر اللي جاي يستثمر او بيعمل بيزنس هنا لازم على الاقل خالص يلاقي مكان يقضي فيه وقته، مكان يتابع فيه شغله، مكان برضه يقدر ينزل فيه الاقامه لو قعد مثلا في يومين ثلاثه في مكان معين، ومن ضمنها سياحه الفندقه يعني. واحنا المكان عندنا هنا، وان شاء الله يعني صديقي وحبيبي رجل الاعمال مهندس تامر يكون عنده ان شاء الله قريب، وعلى برضه مع ايديكم انتوا او على ايديكم انتوا ان شاء الله هيبقى الفرع الثاني ان شاء الله في التجمع قريب باذن الله، وربنا ييسر له الحال ويوفقه ان شاء الله. هتجرب التجربه دي تاني؟ ان شاء الله، لا هنيجي هنا على طول ان شاء الله. يعني هتكرري التجربه كذا مره؟ اكيد. ركبتي خيل؟ بركب خيل بس مجربتش اركب هنا. لا لازم تجربي بقى. اوكي. بس خد وقت طويل قوي اكيد علشان حضرتك تنشئ مشروع زي ده. لا للامانه احنا عملناه في 3 شهور. مش ممكن. من ارض صحراء اللي حضرتك شايفاه معجبه بيه ده. مش ممكن. 3 شهور. معقوله؟ باذن الله. ده انجاز. 3 ده شهور. في حد ذاته انجاز. انت عامل كل قطعه على ايدك. كل قطعه وكل تاسيس وكل فرش وكل تفصيله كلها معموله هنا، وكل الفريق العمل كان مشارك فيها. طب وايه الخدمات اللي المكان هنا بيقدمها؟ خدمات الاغذيه واحدة والمشروبات. واحدة. عندنا مطعم، عندنا كافيه، عندنا كيدز اريا، عندنا استضافه للخيول، عندنا تدريب فروسيه، عندنا بما ان المكان مفتوح وواسع فعندنا حفلات. 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 انا شايفه ان هم بيظبطوا الحفله، بس يا ترى دي حفله للجست ولا بنقدر نعمل حفلات زي خطوبه، اعياد ميلاد؟ الاثنين يا فندم. معقوله؟ يعني اتعمل هنا قبل كده خطوبه واعياد ميلاد؟ اتعمل خطوبات واعياد، يعني كام عيد ميلاد في وقت واحد بضخامه، بالاطفال جايبه اصدقائها من المدارس. المكان يستوعب، مكان فريم كبير يستوعب حاجات كتير. انا عن نفسي كرندا وبرنامج توب فيو احنا حبينا المكان، فاحنا عايزين نصور كل يوم في المكان. تشرفونا. حبيبي تسلم. ايه يعني الخطط المستقبليه؟ يعني احنا يا ترى هيبقى خيل وليل في زايد بس، ولا حضرتك عندك خطط مستقبليه ان يبقى في كذا فرع في كذا محافظه؟ يعني عايزين ما نتحرمش من الجو الجميل دوت، ما عايزين ما نتحرمش من الخيل الحلو، من الخدمات اللي بتتقدم. يعني في خطط مستقبليه؟ احنا فكره ليل وخيل بعد ما تمت وجربناها في زايد، عندنا النهارده حاليا بنتفاوض مع جهه معينه في الدوله. للامانه انا عايز اذكرها، انا خاطبتهم من 48 ساعه، جالي رد في خلال 48 ساعه، حددنا اجتماع، الفكره عجبتهم. معلش انا اسفه بقى، انا هوقف حضرتك في النقطه دي. جالك الرد خلال قد ايه؟ 48 ساعه. علشان بيقعدوا يقولوا احنا بنقدم الطلب وبنقعد سنين لحد ما بيرد علينا. انا مقدم الطلب بنفسي، وجالي اتصال حضرتك مقدم كذا كذا، تعالى حدد اجتماع عشان نتكلم في التفاصيل. 48 ساعه. وحضرتك هتروح الاجتماع ان شاء الله. ان شاء الله عشان نتفق على الفرع. احنا دلوقتي في غرب القاهره، احنا عندنا حاجه في شرق القاهره على سكيل اكبر اضعاف ليل وخيل الحالي، اكبر من ليل وخيل، اكبر اضعاف بانشطه اضافيه. لازم تقول لنا التوب فيو، لازم نحضر مع حضرتك. شرفونا. وعندنا فرنشايز بس انا مأجله شويه في دول الخليج. الفكره الثانيه ان انا بعد الفرعين دول هنعمل ليل وخيل البورتابل، كله بورتابل، يتنقل الساحل الشمالي، يتنقل جنوب سيناء، يتنقل الصعيد. الله. نفس الخدمه دي. احنا عندنا مرابط تغذي اماكن كتير، وعندنا الخبره والكوادر عند حضرتك الخبرة تحت ايدك، اكيد عندك وجربناها في زايد أيوة. وتعلمنا وخسرنا، بس مصر تستاهل ان احنا يعني نبذل كل مجهود وكل فلوس عشان ننجح رؤيه معينه خارج الصندوق. احنا شايفينها كده.
الحوار مع حضرتك ممتع جدا جدا شرفتوني. جدا، ولكن للأسف وقت الحلقة خلص، وفي نفس الوقت عايزين ناخد دقيقتين 3 بسرعة نستعرض بيه جمال وحب المكان اللي انت عامله. واحنا كبرنامج سياحي بنشكرك وبنشكر كل من هو قائم على اي عمل سياحي رائع زي العمل بتاع حضرتك. شرفتونا ويا ريت تنورونا تاني، شرفتونا. في نهاية حلقتنا أحب أشكر المهندس تامر، وأشكر كل من هو قائم على مجال السياحة، كل من هو بيطور فيه سواء فرد أو مؤسسة. مبسوطة وفرحانة إن في كيان بيبقى مازج ما بين التاريخ والرياضة والمغامرة. أي حد عنده فكرة، أي حد بيساعد وبيطور المجال السياحي، إحنا في ظهره. بنفكركم دايما إن السياحة حياة. مستنياكم كل يوم 3 الساعة 12:30، والإعادة 2 صباحا في ملف سياحي آخر. إلى اللقاء.